تخيل كده معايا وانت بتزور المتحف المصري الكبير، وبيبقوا فيه اتنين، واحد واقف قدام تمثال رمسيس التاني مثلا وعمال يقول ايه العظمه دي، ازاي الناس دي وصلت للمرحله دي، الناس دي ازاي كانت معديه الفلانكات كده، يا نهار ابيض، الناس دي ازاي نقشت النقوشات دي كده على الحيطان والجدران، ازاي بنوا المعابد بالمنظر ده، وازاي نحتوا في الصخر وما عندهمش معدات ولا. وفي نفس الوقت في واحد تاني بيزور وهو واقف مندهش من عظمة الخالق الذي علمهم. ازاي علم الناس دي البراعة دي، ازاي علم الناس دي فن التحنيط اللي احنا مش عارفين نوصل له، ازاي علم الناس دي حاجات كتير احنا مش عارفين نوصل لها لغاية دلوقتي، ازاي اداهم القدرة الجسمانية والبيئية حتى، يعني هيأ لهم البيئة ان هم يبنوا المعابد بتاعتهم دي ويبنوا الاثر بتاعهم اللي هم سايبين لنا ده. ازاي الهمهم ان هم يحطوا التحف بتاعتهم والحاجات بتاعتهم في مقابر ويحفظوها عشان تستمر، ويحفظها الله سبحانه وتعالى بحكمته عشان توصل لينا. في واحد بص، نقيضين، في واحد واقف بيعمل ايه وواحد واقف بيعمل ايه. اللي واقف بيفكر في عظمة الله عز وجل، وان ازاي ان الكون ده عبارة عن حضارات بتتصارع، حضارة بتيجي وحضارة بتروح وحضارة بتيجي وحضارة بتروح، ناس بتموت وناس بتصحى، ملوك حكموا الارض وماتوا، ملوك عايشين وناس لسه بتتصارع على الدنيا والدنيا بتتصارع معاهم. بيفكر ان احنا كمان في يوم من الايام هنكون حضاره، يعني احنا كمان بعد 100 200 300 سنه كده هنكون حضاره. ممكن التكنولوجيا اللي احنا عايشين فيها دي كلها تندثر اصلا وتروح، والحضاره دي كلها تموت وما يبقاش ليها اصلا اي اثر على الوجود. تخيل انت بعد 200 سنه 300 سنه كده في واحد واقف في متحف بتفرج على جثتك او بتفرج على اثر منك، كمبيوتر مثلا ولا لابتوب، وبيقول ده كان بيشغلوا عليه زمان بني ادمين متصوره، فاللي هو واقف مندهش، ازاي ده كانوا بيصوروا. ممكن يعني في بعض حياة العلماء كتير بيقولوا ان الحضاره اللي احنا عايشين فيها ده تندثر، ممكن تندثر بسهوله جدا، وان الحضاره ان الكوكب ممكن يرجع تاني للبدائيه. فانت متخيل ان انت في يوم من الايام هتبقى زي الناس دي، واحد واقف وقفتك دي بالظبط مندهش باللي انت وصلت له. هل اللي انت وصلت له ده وصلت له بايه؟ وصلت له ازاي؟ وصلت له بقدرة الله سبحانه وتعالى، هو الذي ألهمك وهو الذي علمك وهو الذي هيأ لك ظروف الأرض والظروف الطبيعية كلها علشان أنت تقدر تستخدمها، الله سبحانه وتعالى. فده واقف بقى قدام كل ده بيقول إيه؟ سبحان الله، الله أكبر، الله أكبر من كل شيء، الله أكبر على كل شيء، الله هو الأكبر، هو الواحد الأحد الفرد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن